تعال احكي لك على انترفيو شفته مؤخرا ليورجن كلوب في بودكاست اسمه دايري اوف سي او. وكان بيتكلم على حاجه كلنا لاحظناها في المسيره بتاعته، وهي المرات اللي هو خسرها وكميه النهائيات اللي هو خسرها، وازاي ان هو كان بعد النهائي وبعد ما يخسر كان بيروحوا يحتفلوا وبيعملوا احتفال عادي خالص، لان هو كان بيتكلم على فكره ازاي ان هو مش مهم انك تخسر او ان انت يحصل المشكله في حاجه، المهم انت تتعامل مع الخساره دي ازاي. هل بتتعلم منها حاجه؟ هل بتقول انا خسرت بس انا عايز اتعلم وعايز اشوف انا خسرت ازاي، او ايه المشكله اللي حصلت معايا اللي خسرتني، ايه اللي يخليني بعد كده اعرف اطور نفسي. للاسف احنا عندنا دايما ثقافه بتقول ان ما ينفعش تغلط، وان اي غلط هتحاسب عليه، وبالتالي اول حاجه معظم الناس تعملها لما تغلط هي لا ما حصلش، لا مفيش، انا لا ما كنتش، مش ده اللي حصل، لا ده الظروف اللي عملت كده. في حين ان اوقات كتير ان احنا نقول انا غلط، او انا عايز اعمل ريفلكشن على اللي حصل ده عشان اتعلم منه، وان انا اطلع النقط اللي اتلخبطت فيها واللي وصلتني الخساره دي، او ان الحاجه دي تبوظ مني. ده يفرق كتير جدا، لان قدام نفس الموقف هيبقى نتائجه او النتيجه اللي تطلع منه هتبقى مختلفه، وهعرف انا اتعامل معاه بشكل احسن، بشكل اكثر فعاليه. طيب هو ازاي ممكن نعمل الريفلكشنز دي؟ ريفلكشن هو بيبقى متقسم لاكتر من حاجه. الحاجه الاولانيه ايه اللي حصل، وايه اللي في اللي حصل ده ماشي كويس، وايه اللي اتلخبط مني. ف what went well و what went wrong، او بيسموها هنا areas of improvements. ازاي اقدر احسن اللي انا بعمله. لو انا قدرت اشوف انا عملت ايه كويس، بعدين بدات اشوف طيب ايه اللي كان ممكن يتعمل احسن، طب هنعرف ازاي ان هو كان ممكن يتعمل احسن؟ نرجع ليه الجايد لاين بتاع الحاجه دي تتعمل ازاي. لو انا بلعب كوره، طب الشوطه بدل ما تطلع في السماء كانت المفروض تتشاط ازاي؟ لو انا بعمل اداره، ازاي الحاجه بتدار، ازاي السياسه بتاعت الحاجه دي بتتعمل؟ لو انا دكتور، ازاي العلاج او الجايد لاينز بتقول لي ايه وانا عملت ايه، فازاي ممكن يتحسن. واحد، نرجع للجايد لاين او نرجع لاصل الحاجه. اتنين، ان انا اشوف الاكسبرت في الحاجه دي بيعملها ازاي وبيعملها كده ليه، مش مجرد بيعملها وخلاص. فازاي الحاجه بتتعمل وليه هي بتتعمل كده. وان انا اشوف انا امكانياتي اللي في ايدي دلوقتي كامكانياتي انا الشخصيه او كالامكانيات المتاحه في ايدي، هي كانت ممكن تعمل حاجه احسن من كده، ولا هو ده اللي متاح عندي دلوقتي. وبعد كده انا محتاج ان انا اشتغل اطور في نفسي او اطور في الامكانيات اللي عندي عشان احصل على النتيجه اللي انا عايزها بعد كده. كل الحاجات دي تخليني اعرف اشوف وات وينت رونج، وازاي اقدر ارفلكت عليه علشان احسنه في المستقبل. ما يبقاش لا هي كانت ضربه حظ، او الحكم ظلمنا، او احنا واطلع المسؤوليه من عندي خلاص. كل ما هنشوف في الريفلكشنز دي بشكل حقيقي، بشكل صادق، ساعتها انا هعرف فعلا اطور نفسي مره عن مره. وعشان كده دايما الناس بتشوف ان يورجن كلوب ده مع كل الخسارات اللي خسرها في النهائيات، ولكنه هو مدرب عظيم وقائد ملهم جدا للناس اللي معاه، لان هو بيقدر دايما يتعلم من الخساره بتاعته عشان يطور نفسه.